السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الترمس الحلو. الترمس دايما بنعمله في العيد، من مسليات العيد الحلوة مع المكسرات والسوداني والحلويات العيد الحلوة دي. بنعمل الترمس. هنعمل النهاردة الترمس الحلو لأنه أسهل كتير في عمله من الترمس المر. قبل ما ابدا في الفيديو بتاعي بفكركم حبايبي باللايك والاشتراك في القناه لو لسه مشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل اشعاراتي، وتشاركوا اصحابكم الفيديو عشان نوصله لاكبر عدد ممكن. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. هجيب الترمس حسب الكميه اللي انت عايزاها، عايزه كيلو اكتر اقل هتنقيه طبعا عشان لو في اي حاجه تطلعيها، وهتشطفيه تحت الميه وبعد كده هتنقعيه في ميه لمده يومين، وتغيري له الميه كل يوم. يعني هتنقعيه يوم بطوله، تاني يوم اخر النهار تروحي حطاه على النار. انا كده هنقعه في ميه واسيبه اليومين. خلاص انا كده سبته اليومين. شوفي الترمسيه نفشت ازاي، بقت قد ايه ولونها ابيض لانه مغسول كويس منقوع في ميه نظيفه. بعد كده هصفيه من ميه النقع دي، مش هسلقه بيها، تصفيه وتحطي له ميه تانية. انا صفيته اهو، شطفته من الميه اللي كان منقوع فيها. هاخده بقى انزله في حله، وانزل عليه ميه، اغطيه كويس بالميه، وهحطه على نار متوسطه. هياخد غلوتين 3 وتلاقيه استوى. وما تخلوش يتهرى منك عشان لما بتبقى فيه قرشه كده بيبقى طعمه حلو. وكل ما يعمل لون ابيض كده على الوش تشيليه. ويستوى، بس ما تخلوش يطرى قوي ويتهرى منك. هو كده الترمس بتاعي استوى خلاص، وانا طفيت عليه. شوف الترمسيه بقت قد ايه. هسيبه لما الميه تهدى خالص وهصفيها. كده انا صفيت الترمس. هعمل له بقى المحلول الملحي بتاعه. لكل كوبايه ميه هحط معلقه كبيره ملح، بس معلقه مسطحه، مش مليانه قوي ومش هرميه، معلقه مسطحه. على حسب بقى كميه الميه اللي انت هتحطيها، حسب كميه الترمس. وانزلها على الترمس. وطبعا الميه دي سبق غليها، لازم تغلي الميه الاول وتسيبيها تبرد خالص عشان تبقى معقمه. الميه اللي هتضيفيها على الترمس في الاخر بالملح تكون مغليه قبل كده. كده خلاص الترمس بتاعي هحطه في علبه. واغطيها وتحطيه في التلاجة، ما تسيبوهوش بره التلاجة. لو غاب عندك قوي ولقيت الميه بتاعته عملت لون ابيض على الوش، غيري الميه على طول وحطي له ملح من جديد. اما تيجي بقى تاخدي الترمس، يا تاخديه بمعلقه مخرمه زي كده او بالمصفى الصغيره بتاعت الشاي عشان تصفيه من الميه. وتحطي بقى الترمس الجميل ده في الطبق، تقعدي تتسلي منه كده في العيد. وتحطي
حطي معاه ليمون، ممكن تعصري عليه ليمون بيبقى طعمه حلو قوي. شوفي شكله بقى عامل ازاي، يفتح النفس وطعمه جميل وملحه مظبوط جدا. والترمس الحلو بيبقى سهل في العمل بتاعه غير الترمس المر. عايزاك تجربي الترمس بالطريقة البسيطة السهلة دي من مسليات العيد الحلوة. ان شاء الله هيعجبك. لو عجبكم الفيديو بتاعي متنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وشاركوا اصحابكم الفيديو. بالهنا والشفا.